ده فلوج يوم في حياة راجعة من الشغل، بس يوم الخميس. النهاردة حرفيا يوم دسم وطويل قوي. انا اخدت اذن وروحت بدري، وكنت عاوزة اجيب لابني شوية حاجات كده، فروحت بدري ورحت التقوى والنور في العبور عندنا. بيفكرني بالتوحيد والنور زمان، يعني اسعاره معقولة جدا بالنسبة للخامات، وانا عموما ما بعتمدش ان لازم الحاجة تكون براند، لا انا بدور على احسن خامة باقل سعر. وفعلا بجرب حاجات كتير قوي منهم كلها حلوة ما شاء الله. انا كنت عاوزة اجيب له مايو، فقولوا لي رايكم انهي احلى، ده ولا ده؟ انا جبت كذا حاجة منهم فهنفتحها مع بعض باذن الله. بعد كده روحت انا وابني، غيرنا ونزلنا رحنا جولف سيتي مول، برضو عندنا في العبور اللي ما يعرفش. انا بحب المكان ده جدا عشان فيه كل حاجة بكل الاسعار، يعني تلاقي حاجة غالية جدا وحاجة رخيصة جدا. انا فاكرة انه مرة من سنة تقريبا جبت شوز ب150 جنيه ولسه عايش معايا لحد دلوقتي. دلوقتي بصور لكم في كريستال عصفور، بجد عجبني قوي التمثال دوت، انا بحب الحاجات دي قوي، فكان شكلها حلو قوي فقلت اصورها لكم. انا دلوقتي اصور لكم المكان من جوه، هو فيه عروض كتير قوي، انا لقيت عروض كتير قوي وانا ماشيه. بس هاخدكم جوله داخليه لديفاكتو والنصر. ديفاكتو عامل عروض حلوه برضو وعامل خصومات جميله. انا صورت كنت هدخل LC، بس الوقت ما سعفنيش الصراحه. عايزه اقول لكم الحاجات اللي عاملها فعلا ب150 جنيه وب300 جنيه، والخامه فعلا حلو، يعني الخامات ديت كتير منها قطن على جل. فيعني اللي عايز يروح هناك لقى الاسعار، واعتقد دي في كل فروع ديفاكتو مش في العبور بس الاسعار عندهم كانت حلوه والخامات حلوه. والاول مره نادرا لما بلاقي حاجات تنفع للمحجبات او طويله. ممكن اكون ما صورتش كتير قوي، في يعني ما خصتش بالذكر حاجات معينه. انا كنت بصور في العموم اللي طالعين مصايف طبعا، بس انا صراحه ما عجبتنيش، يعني الشابوهات دي لقيتها ب400 جنيه تقريبا فلا ما عجبتنيش اسعارها، حاسه اني ممكن اجيب خامات تانية باسعار الطف يعني. بس عموما الاشكال هناك كانت حلوه، الناس اللي بتحب الحاجات هناك. وطبعا ديفاكتو مؤخرا بقت حاجات ممكن لو ما اخترناش خامه نظيفه لا ما بتقعدش معانا غسلتين 3 وبتبوظ، فلازم لا يعني ندقق في الخامات واحنا بنشتري. انا طبعا زي ما قلت لكم ان انا بديكم بريف سريع كده عن الاسعار هناك والخامات والاشكال، او مش الاشكال عموما مش الخامات يعني. بعد كده طلعت الدور اللي فوق، كان في برضو بقيت حاجات حريمي فوق. ما بحبش البدل من عندهم نهائي. شكلها اصلا اثناء العرض حتى ما بيحفزش الواحد الصراحه ان هو يشتري منهم. والشنط برضو بحسها اغلى، لا ممكن اشتري من براند شنط تانية تبقى اسعارها اقل والخامات بتاعتها انضف. هي عموما في الملابس بحسها يعني احسن حاجه في الملابس، ما اعرفش ده رايي لوحدي ولا في كتير رايهم من رايي. الحاجات الرجالي كان نازل عليها عروض برضو كانت حلوه قوي، كانت في تيشرتات كتيره وحلوه، يعني حلوه فعلا وتعيش ب 300 جنيه وب 400 جنيه، كانت حاجات عجباني قوي. ديت جيبات. انا برضو يعني زي ما قلت لكم بديكم الاشكال عموما هناك كانت عامله ايه. وكان في كمان عروض على البرفيومز، ما اعرفش انا صورتها ولا لا، كانت باي 2 جيت 2 تقريبا، يعني اشتري 2 خد 2، يعني 4 بسعر 2 تقريبا. اهي. وفعلا البرفيومز عندهم كانت ريحتها خطيرة، يعني عجبتني جدا. فانا very recommended لاي حد حابب انه ينزل ديفاكتو الفترة ديت، عامل عروض حلوة ايا كان الفرع ايه، بيتهيألي كلهم واحد ونفس الحاجات ممكن تتلاقى في كل الفروع. زي ما قلت لكم برضو لأول مرة بلاقي حاجات ينفع انها تتلبس للمحجبات. ده كان شميز ب600 جنيه طويل وما حسيتوش شفاف، في الوان منه تانية برضو. فحس ان لا ممكن. بس كل اللي انا متاكده منه ان هم محتاجين يغيروا طريقه عرضهم للهدوم، لانه الواحد لما بيدخل مكان يلاقي حتى الحاجه مش مكويه بيتقفل. بس زي ما قلت لكم اهو دي كلها تيشرتات لرجالي كلها ب400 جنيه، والخامات بتاعتهم كتير منهم من اللي انا مسكتها لا الخامات بتاعتها حلوه وجميله قوي. بعد كده طلعت النصر، ده في الدور التاني برضو، يعني انا ما دخلتش تقريبا غير المحلين دول ان انا اصور فيهم. النصر برضو فاجئني، وده ليه؟ لانه على غير عادته لقيت حاجات كتير عنده تحفه. انا ما اعرفش اذا كنت لوحدي ولا في ناس تانية غيري، كنت بدخل النصر ده الحاجات اللي ممكن واحد يشتريها حاجات مثلا قصص اطفال، يعني ما كنتش بلاقي الحاجات اللي انا لقيتها عنده. هو طبعا اول حد باك تو سكول، اول حد ادخل عنده الاقي عنده كميه الحاجات بتاعه المدارس دي. ما اعرفش ده جهل مني ولا انا ما بنزلش كتير، بس فعلا الحاجات اللي عنده كانت كلها جميلة وخطيرة.
ما حسيتش ان في حاجات كتير تنفع للمحجبات ان هي تتلبس، بس عموما حاجات ينفع ان الواحد يشتريها في العموم. واسعاره طبعا اختلفت عن قبل كده، اسعاره زادت بصراحه. وطبعا عشان اقدر الف واصور واتفرج واحس اني بني ادمه، وديت ابني كيدز اريا اللي هي في الدور الارضي. وانا باخده الصراحه ما عجبنيش تعاملهم قوي، في واحد حسيت انه لا مش احسن حاجه. فالمهم لما طلعت فوق انا لقيت كيدز اريا تانية جديده، اللي في الدور الارضي كانت ب90، واللي فوق برغم ان هي فيها نفس الالعاب بس جديده ب50 الساعه. فاعتقد بعد كده هوديه فيها. وانا الصراحه بحب اروق عليه كل فتره كده، احاول ان انا اخرج انا وهو ساعه اعوضه عن الوقت اللي مش بكون دايما موجوده معاه فيه، عشان يخرج ويغير جو معايا برضو. والمهم بعد ما خلصنا النهارده جبنا اكل وروحنا. وبكده فلوج النهارده يكون خلص. استنوني في فلوجات وفيديوهات جديده، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي.